الاهلي، لكن بتكلم فنيا داخل الملعب انا شايف ان الزمالك افضل سنه من النادي الاهلي فنيا داخل الملعب، على عكس ان النادي الاهلي مستقر على الجهاز الفني، الجهاز الفني مستمر بشكل. كابتن ما فيش لعيبه يا كابتن، يعني احنا زمان يعني في لعيبه بنشوف فرقه، بنشوف كوره في الملعب، لكن الاهلي والزمالك سواء الاهلي او الزمالك يعني هي دايما ادي اي مدرب اديله لعيبه كويسه هنتفرج. يعني الكابتن الجوهري لما كان معاه مثلا منتخب كان حسام حسن وحازم والناس دي كلها كنا بنلاقي فرقه. اللعيبه ما فيش شك انها اداه فعاله جدا، ولكن بيجي دور المدرب في توظيف بعض اللعيبه. انا فاهم، بس بيبقى غالبا يعني احنا الاهلي لما كانوا فيها وتريكا والفرقه دي بنشوف كوره محمد بركات. نادي الزمالك عنده فرقه كبيره جدا، عنده نجوم كبار جدا، كان حسام حسن والكاس، يعني كان مجموعه كبيره. بس كنا بنستمتع بكوره، اي نعم ممكن ما ياخدش بطوله لكن كنا بنستمتع بالكوره. ما انت بتتكلم دلوقتي على بطوله ولا استمتاع؟ يعني انت بتتكلم من ناحيتين بس برضه من ناحيتين. انا بالنسبه لي البطولات هي اللي بتتحسب، انا بالنسبه لاي حد لما تيجي تحسب كده هي البطولات بتتحسب. فلو عندك الاثنين موجودين يبقى شيء عظيم، عندك ادواتك وعندك مدرب بيوظفهم كويس فده شيء كويس. طيب المستوى بقى بتاع الاهلي والزمالك توقعك ايه من مباراه القمه؟ لا بص اللي احنا هنطلع بالمجله هيبقى الماتش ثاني يوم. يعني لابس واحد انا هتكلم على المستوى الفني الزمالك افضل، ولكن